عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة عندنا فيديو عن عيد الأم، فيا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله على القناة. قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو. اتكلم عنها في الفيديو ده او حابة اقولها كل سنة وكل الامهات بخير وبصحة وبسعادة، وربنا يخلي لنا كلنا امهاتنا يا رب العالمين. وان شاء الله السنة الجاية اللي نفسها تكون ام تكون عملت كده وربنا اداها ورزقها بالذرية الصالحة، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وانا منهم ان شاء الله. زي الايام دي او كعيد الام ده نكون شايلين بيبيهاتنا كده ان شاء الله كل مشتاق ربنا يدينا ويطعمنا الاحساس ده ان شاء الله باذن الله. فكنت حابة اتكلم في الفيديو ده عن انه لاحظت انا كرانيا انه اليومين دول او الجيل الصاعد ده كذا حد بيكون متخاصم مع امه او مش بيكلم امه او كلامه او معاملته مع امه وحشة او جاحد او سايب امه. وقال انا بشوفه في اجيالنا، يعني بالنسبة لي انا انه هو ممكن يكون مش بيكلمها او كذا. ف... فانا مش عارفة ازاي بيعملوا كده، يعني لا قبل الجواز ولا بعد الجواز. هتكلم عن الخطوة دي الفكرة دي بس انه بحس انه احساس الامومة ده زي ما عند الام هي بتكن لك احساس الامومة، انتوا كمان يعني احنا كمان بيكون عندنا احساس اللي هو مش هنزعل الست دي او كده، بيكون نفس الاحساس. فمش عارفة الناس اللي بتعمل كده دي او العيال اللي بتعمل كده الاولاد او البنات على حسب، مش بيفرق على فكرة الجنس كتير، انه في بنات وفي اولاد بتعامل امها بطريقة مش حلوة. آه، ممكن يكون في مشاكل بينك وبين امك، بس مش معنى كلام او اختلاف في وجهات النظر. اختلاف ده فرق اجيال، يعني فرق اجيال، فرق صفات، فرق عادات، فرق تقاليد بيحصل مع كل الاولاد تقريبا بيكون في اختلاف في وجهات النظر، بس مش معنى كده ان انت تعادي امك او ان انت ما تكلمهاش او كذا او كذا او كذا مهما كان ومهما حصل. فانا هتكلم عن نفسي انا بالنسبه لي، يعني مش عارفه ليه قبل الجواز ما كنتش حاسه جو فكره الام او فكره انه معزه امي قوي كده، يعني مش عارفه ليه. يعني يعني انا كنت بحبها وكل حاجه، وما كانش ونادرا لما كان يحصل بينا مشاكل او ان احنا نختلف. الحمد لله الحمد لله، يعني انا ما كناش بنختلف في وجهات النظر. يعني انا اكتر حد من اخواتي اللي هو متفق معاها في وجهات النظر، يعني متقاربين وكنا بنتكلم وكل حاجة وحلوين مع بعض، بس ما كانش في احساس اللي هو ذو اهمية قوي كده، يعني اللي هو في احساس حب كبير. فاهمين يعني في حب بس اللي هو ايه بيزيد الزايد. مثلا مش عارفة ليه بعد ما اتجوزت، يعني ده من 5 سنين مثلا وما كانش حتى في فترة الخطوبة. هل مش عارفة هل لان انتي حسيتي بقيمتها، حسيت ان انتي ما فيش هي مسؤولة عنك، فانت دلوقتي بقيتي مسؤولة عن ناس، ما فيش مسؤولية، ما فيش حد يخاف عليكي. يعني حسيت ان ما فيش حد هيخاف عليا زيها هي، او الاحساس ده ما وصلنيش من حد خالص غيرها هي. مش عارفة ليه بس احساس اتغير للأحسن وللأقوى. يعني طبعا أكيد هيكون في حب، وزي ما بقولكم أنا بالنسبة لي يعني إحساس الأمومة زي ما هو عند الأم بيكون عند الأولاد، فأنا متخيلة كده يعني. فاللي يا ريت تكون دي دعوة مني وتقبلوا النصيحة مني، اللي عندها مثلا مشاكل مع امها او اللي عنده مشاكل مع امه او اللي مش بيكلم امه او اللي مثلا حتى معاملته وحشة مع امه او مش بيكلمها، مش بيكلم يعني مش بيكلمها، اللي هو معاملته مش احسن حاجة يعني كده. يحاول يحسن علاقته بامه وده لمصلحته هو، يعني ده لمصلحته هو. يعني يمكن الام ممكن يكون معاها كذا عيل او كذا ولد او كذا بنت، فمش بتحس جو بغيابك انت او مش. طبعا اكيد الام بتحس ان تربيتها ضاعت هدر وكده، بس بيكون في حاجات اكيد انت مش لازم ان انت تعملها لها، يعني في حد كذا حد غيرك، فهتحس ان الاهمية لا انت مش اخر حاجة في الدنيا، لكن انت بالنسبة لك المفروض تحس كده. والمفروض عشان رضا ربنا طبعا ان انت اللي خسران اولا واخيرا. الفيديو ده يكون رسالة لكل ولد او بنت بيعامل امه او مش بيعامل امه
بيعامل امه بطريقة كويسة، او مش بيعامل امه اصلا، او سايب امه مثلا وهو في بيت تاني او كذا او كذا. لا، حاولوا تعيدوا علاقتكم مع امهاتكم، وهم اغلى حاجة لينا في الدنيا. صدقوني يعني انا مش عارفة ليه حاسة انه دول هما مفهومش تفريط الاب والام. انا ممكن استغنى عن اي حد، الزوج بالنسبة لي يعني. مش كل الازواج حلوين، بس الزوج الكويس طبعا مفهوش تفريط. الاب والام والزوج دول هما مرتبتهم بالترتيب كده: الام، الاب، الزوج. دول انا بالنسبه لي طبعا هتيجي الاخوات والخالات وكل حاجه، بس دول هما اللي هما مهما عملوا انت المفروض ما تسامح، وانت اللي تيجي على نفسك عشان خاطر. فكل سنه وانتم طيبين، وكل الامهات بخير، وان شاء الله كلنا نكون احلى امهات السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. وقولوا لي، هل انتوا زي كده؟ هل انتوا زي بعد قبل الجواز ما كنتوش بتحسوا بقيمه امكم قوي، لكن بعد ما اتجوزتوا حسيتوا انه لا، هي دي ليها قيمه ويعني حسيتوا بحبها اكتر وقيمتها اكتر؟ ولا انا في حاجه مختلفه عنكم؟ اشوفكم فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.